جمهور الزمالك ما بيقبلش الاهانه. جمهور الزمالك الحر الواعي المحترم عمره ما هيقبل الاهانه ابدا من اي شخص لاي شخص، ايا كان بقى هو مين، ايا كان بيشتغل ايه، ايا كان منصبه ايه، ايا كان ما كان. علشان كده كل الدعم من جمهور نادي الزمالك الحر، الجمهور الواعي، الجمهور الحقيقي لنادي الزمالك للكابتن ابراهيم فايق الاعلامي بقناه اون تايم سبورت، عما بدر من رئيس الجمعيه العموميه تجاه المغفور لها والدته ربنا يرحمها. وقبل يا كابتن ابراهيم ما اقدم لك اعتذاري واقدم لك دعمي، عايز اقول لك ان انا اسف، والله العظيم بجد انا اسف. انا اسف باسمي وباسم كل زملكاوي للمغفور لها والدتك ربنا يرحمها. اتمنى من كل واحد يا جماعه يشوف الفيديو يدعي لوالده الكابتن ابراهيم ربنا يرحمها يا رب، ويرحم كل ويجعل مثواها من الجنه اللهم امين. الفكره بقى ان الاساءه طالت الحي وطالت الميت، بقى ما بقاش في حرمه للميت خلاص. يا جدع طب ازاي ليل نهار وصبح وليل وظهر وعصر ومغرب، بقى خلاص الموضوع بقى امر عادي انك تغلط وتغلط وتغلط وتغلط. علشان كده انا باكد لك دلوقتي ان جمهور الزمالك لن ولم يرضى بهذه الافعال، لن ولم يرضى. عمري ما هقبل بده، لانه في يوم من الايام لو انا قبلت ده هيطولني. وانا ليه اقبل كده؟ هو في راجل عنده كرامه يقبل كده؟ مفيش راجل عنده كرامه يقبل كده، لانه خد بالك في النهايه ان الكرامه دي لو ما اتولدتش بيها ما تدورش عليها، لانها مش سلعه لا بتتباع ولا بتشترى. لو ما اتولدتش بالكرامه دي ما تدورش عليها. فاي راجل عنده كرامه عمره ما يقبل بالاهانه. اي راجل عنده كرامه عمره ما يرضى ان هو يحط راسه في الارض ويسكت، هيتكلم وهياخد حقه. علشان كده كل جمهور الزمالك الواعي المحترم يا كابتن ابراهيم معاك، كل جمهور الزمالك معاك، وكل الدعم ليك. لان زي ما قلت لك جمهور الزمالك ما بيقبلش الاهانه ابدا ابدا. الشخص ده بيمثل نفسه فقط، بيمثل الجمعيه العموميه، لكنه لا يمثل جمهور الزمالك ابدا على الاطلاق. لانه جمهور الزمالك شخصيا اتاذى منه، بالمناسبه اتاذى منه كتير قوي، اتاذى منه في كل يعني رموز النادي اتشتمت، لعيبه النادي اتشتمت، جمهور النادي اتشتم، باقي مين جوه النادي؟ ما بقاش حد. فبدات الاساءه تصل الى خارج النادي، تصل الكابتن ابراهيم فايق وتصل غير الكابتن ابراهيم فايق، اسماء كتير وشخصيات كتير ومش هنذكرهم لانهم كتير. الفكره بقى انك لما بتغلط في حد والحد ده ما بيردش عليك بتفكر نفسك جامد، بتفكر نفسك اسد ايه؟ انت ولا اسد ولا حاجه، اقسم بالله العظيم انت اجبن من الجبن. انت لو راجل بجد هتعرف انك ما ينفعش تغلط في حد، ما ينفعش، انت مش احسن منه في حاجه. وخد بالك يعني انت لما بتحترم شخص بتجبره على احترامك، احترم تحترم. لكن انت ما بتحترمش شخص، انت اللي حواليك دول اللي انت مفكر ان هم بيحترموك هم خايفين منك، هم بس خايفين ان هو يطولهم اذاك. فعشان كده ممكن يقول لك ايوه نعم صح ويسقف لك. طبعا عرفت انا اقصد ايه. عشان كده انا باكد دلوقتي ان جمهور الزمالك ما بيقبلش الاهانه ابدا. وزي ما اكدت لك وزي ما بقول لك دلوقتي، عايزك عزيزي المتابع عزيزي المشاهد تفرق ما بين رئيس الجمعيه العموميه والجمعيه العموميه كلها، وما بين الزمالك وجمهور الزمالك، لان ما ينفعش تصدم جمهور الزمالك بافعال قله قليله زي ما هو بيقول لك جمهور الزمالك بالملايين. فانا باكد لك دلوقتي ان جمهور الزمالك بالملايين، والملايين دي ما بتقبلش الاهانه ابدا. والله العظيم لن ولم نرضى بافعالهم ابدا. افعاله اللي محسوبه على نادي الزمالك للاسف وبقول لك للاسف والله العظيم. عارف لو بايد جمهور الزمالك هو اللي يختار رئيس النادي، الشخص ده مش هيبقى موجود بعد ثانيه، بعد دقيقه واحده. والله العظيم لو اللي بينتخب رئيس النادي او رئيس للنادي هو جمهور الزمالك، والله العظيم الشخص ده مش هيبقى موجود. لكنها مصلحه الكرسي والشمسيه والجمعيه العموميه بتغلب في بعض الاحيان للاسف. علشان كده انا بتقدم بالدعم، وقبل الدعم زي ما قلت لك بالاعتذار للكابتن ابراهيم فايق ولكل مصريه، لكل طالها اذى هذا الشخص. أنا بعتذر للجميع وبأكد إن جمهور الزمالك لن ولم يرضى بالإهانة أبداً. جمهور الزمالك واعي، جمهور الزمالك حر، جمهور الزمالك عارف قيمة الزمالك وعارف قيمة إن هو شريك في الوطن. فعمرنا ما هنكون سبب فتنة
وعايز اقول لك ان وجود هذا الشخص هو سبب الفتنه وسبب زياده التعصب الكروي في الفتره الاخيره. وارجع شوف الاحداث وشوف الكلام. في النهايه انا بقدم دعم للكابتن ابراهيم فايق، وبقدم اعتذاري للكابتن ابراهيم فايق باسمي وباسم كل زملكاوي حر. وعايزين تعرفوا كام زملكاوي رافضين اللي بيحصل؟ شوفوا الفيديو ده لما ينزل على منصات التواصل الاجتماعي الناس هتتفاعل معاه ازاي، والناس هتاكد لك ان احنا فعلا هذا الشخص. بس يمكن في ناس ما بتحبش تظهر، او في ناس ما بتحبش تتكلم، لانه في النهايه انا عارف ان بعد ما اتكلم لو الفيديو ده وصل للشخص هتشتم، وممكن يتقال عليا ان انا قبيط، وممكن يتقال عليا ان انا لجان، وممكن يتقال اي حاجه. لكن في النهايه دي كلمه حق. وفي النهايه انا عايز الناس تعرف زي ما بدات الفيديو هنهي الفيديو: جمهور الزمالك ما بيقبلش الاهانه ابدا. انا خلصت كلامي. اتمنى ان احنا في يوم نصحى ما نلاقيش الشخص ده موجود والله العظيم. سلام عليكم.